يسعد مساكم إن شاء الله يا رب. بداية حابة أنوه أن المسابقة اللي كل يوم بسحب فيها فايزين من عندي وفايزين من الجهة الأخرى. بداية زي ما قلت لكم المسابقة عبارة عن تنزلوا الصورة وتعملوا فولو هاشتاج مسابقة السرة العطور وتاج لهم ولي. أما حابة أوضح وجهة نظري في الموضوع اللي الآن صاير أقوى ترند خلال 8 أو 9 ساعات. راح أقول لكم وجهة نظري الخاصة. بداية كلنا نحب أن الله عز وجل يستر علينا، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه. فالوضع اللي قاعد يصير غلط. كل واحد فينا سواء كان معروف أو ما هو معروف يقدر ينتقم، بس لما يكون عندنا ذرة إيمان بس بسيطة وعندنا أمل بالله عز وجل كبير، لو ركزنا بس شوية كان قلنا إنه الله عز وجل راح ياخذ لنا حقنا. إذا كنت مظلوم، أنا ياما ناس ظلمتني وقالت فيا العبر، كان بإمكاني بكل بساطة أصور محادثات وأنزل فويس نوتات ومش عارفة إيش وكلام وأقول شوفوا فلان ليش سبني، عشان أنا مؤمنة إنه الله عز وجل بياخذ حقي، يعني بياخذ حقي ويشفي غليلي. الحمد لله، هذا الشيء لازم كلنا نؤمن فيه. أنا ضد اللي صار في السوشيال ميديا الآن ونشر صورة البنت، برغم إنه على فكرة ترى ممكن البنت تكون ما تدري أصلا عن السالفة. للأسف في كثير من الصديقات بتكن الحقد والغل لصديقتها، وممكن تكون أخذ الصورة ومسوي هذا الموضوع كله وهي غافل لك الله. عشان كذا خلونا نوقف كلنا يد واحدة ونحاول نطيب بخاطرها وما ننشر هذه الصورة أكثر من كذا، ونحاول نحفظ ونستر على البنت. بعيد عن الكلام ده وبعيد عن المشاكل وترندات، أنا أحب كل الخليج والله لا يحرمنا وإن شاء الله رب خليجنا واحد. أحبكم. اليوم نور حقيقي يا جماعة، اسمها نور وفيسها نور وصالون شوف كشخة نور. ما زلتي بتزربطي المتابعين وتعلميهم أشياء كتير حلوة عن الميك اب، عن الشعر، هيك بشرة، كل شيء. تابعوني على سناب. بمناسبة ذا الفلتر إن شاء الله يا رب ما يخلص رمضان ويجي العيد إلا وكلكم يا البنات مخطوبات. شكر خاص للجميلة سيدة الأعمال صفية النويس على بوتيكها الراقي اللي